He thought you said gonad. لما يبقى صاحبك فاهمك اكتر من نفسك ده صاحب ما ينفعش يتفرط فيه. اهلا بيك في حلقه جديده من مسلسل Friends. Stay tuned. Subscribe. What's going on everybody? This is Ahmed Yunus and you're watching English for more fun. اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من حلقات مسلسل Friends. المسلسل اللي بنتعلم منه ازاي الامريكان بيتكلموا انجليزي كل يوم. انا احمد يونس وفي المشهد ده هنشوف راس وهو بيشتكي انه هيطرد من الشقه اللي كان مأجرها. خلينا نشوف صحابه جوي وتشاندلر هيعملوا معاه ايه. صلوا على النبي واشتركوا وفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات اول ما تنزل. لايكك الحلو and let's get the show on the road. طيب دلوقتي احنا شايفين تشاندلر وجوي قاعدين في الكافي شوب اللي هما متعودين يقعدوا فيه. جوي بيبص في مجلة وشكله فرحان. تعالى نسمع تشاندلر هيقوله ايه كده. Are you looking at naked tribeswomen? No, look. كلمة naked يعني عريان أو عاري. اسمع كده. Why are you naked? Why are you naked? Why are you naked? Why are you naked? You can't take selfies when you're half naked. 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 Stood there naked from the waist down. 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 Naked from the waist up on the horse. 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 tribeswomen يعني نساء قبيلة. حلو. يبقى تشاندلر لقى باصص في مجلة ناشونال جيوغرافيك وفرحان قوي فقال له Are you looking at naked tribeswomen؟ هل تنظر إلى نساء قبائل عاريات؟ ما انت أكيد مش هتكون مبسوط كده وانت بتقرأ مثلا. ده انت جوي عارفينك، انت مش مثقف، انت أكيد بتبص على ستات القبائل العريانة في المجلة دي. فقال له لا انظر. Are you looking at naked tribeswomen? No, look. Are you looking at naked tribeswomen? No, look. Are you looking at naked tribeswomen? No, look. تشاندلر هنا هيقول له That's a pig. I know, but look at the knobs on it. A pig يعني خنزير، أخدناها قبل كده. إيه بقى knobs اللي قالها جوي دي؟ أصلا a knob هو المقبض ده اللي بفتح بيه الباب، اسمه a knob. يعني مثلا ممكن أقول لك turn the knob to open the door، يعني يلف المقبض لتفتح الباب. turn the knob to open the door. كلمة knob برضو ممكن تكون أي حاجة مدورة وبارزة من حاجة. أي حاجة مدورة كده وبارزة نقدر نقول عليها knob. يعني إيه؟ يعني ممكن أقول لك مثلا I felt a small knob on the back of the phone case. The phone case هو جراب التليفون. I felt a small knob on the back of the phone case. يعني أنا حسيت ببروز أو نتوء صغير في ظهر جراب التليفون. يعني أنا حسيت بحاجة كده مدورة وطالعة لبرة في ظهر جراب التليفون. I felt a small knob on the back of the phone case. إذن تشاندلر قال له That's a pig. ده خنزير. فقال له I know أنا عارف but look at the knobs on it. لكن بص على النتوءات اللي عليه. احنا قلنا أي حاجة بارزة ومدورة كده أقدر أقول عليها knob. فأنت حاول تتخيل معايا قدامك خنزير دلوقتي وطالع منه حاجات مدورة كده وبارزة لقدام، وانت عارف دماغ شوي عاملة ازاي. بيقول له بص الحاجات المدورة البارزة على جسم الخنزير. طبعا خلص على الستات ودخل على الحيوانات كمان. فتشاندلر مستغرب يعني حد يبص الخنزير يا ابني. That's a pig. I know, but look at the knobs on it. That's a pig. I know, but look at the knobs on it. تعال نكمل ونشوف راس هيدخل دلوقتي. Hey. Emily's cousin kicked me out. What? Why? كلمة cousin هو ابن أو بنت العم أو العمة أو الخالة أو الخالة. يا صلاة النبي كل ده طب أنا أعرف أفرق بينها إزاي؟ هي cousin معناها كده ابن أو بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة. طيب أنا لو عاوز أحدد أعمل إيه؟ يعني عاوز أحدد cousin ده ولد ولا بنت، وكمان عاوز أعرف هل هو قريبي من ناحية والدي أو والدتي. نبدأ بتحديد النوع. الأمريكان عادة بيكملوا كلامهم ويقولوا she أو he عشان يحددوا ولد ولا بنت. يعني بيقولك كده مثلا I grew up with my cousin. She was like a sister to me. Grew up الماضي بتاع grow up.
يعني يترعرع أو يكبر، يبقى شخص بالغ يعني. I grew up with my cousin يعني أنا ترعرعت أو كبرت مع بنت عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي. She was like a sister to me. هي كانت زي أخت بالنسبة لي. إذن عرفنا منين إن هي بنت لما قلنا she was like a sister to me. I grew up with my cousin. She was like a sister to me. يبقى لما قلنا she عرفنا إن my cousin معناها بنت مش ولد. طيب يفضل دلوقتي أحدد هل هي من طرف والدي عشان تبقى بنت عمتي أو بنت عمي، أو من طرف والدتي يعني بنت خالي أو بنت خالتي. عشان أحدد الموضوع ده بقى بقول on my dad's side يعني من جانب أبي، يعني هتبقى إيه؟ بنت عمي أو بنت عمتي، أو لو ولد هيكون ابن عمي أو ابن عمتي، أو on my mom's side يعني بنت خالي أو بنت خالتي، ولو كان ولد هيبقى ابن خالي أو ابن خالتي. تعالوا نحطها في مثال كده عشان نفهم أكتر. ممكن نقول مثلا I have a cousin on my dad's side and she lives in Texas. I have a cousin on my dad's side. أنا عندي بنت عم أو عمة and she lives in Texas وهي تعيش في تكساس. I have a cousin on my dad's side and she lives in Texas. طيب هل أقدر أحدد أكتر من كده؟ يعني هل أقدر أقول ابن خالتي بالتحديد أو بنت عمتي بالتحديد؟ هو الأمريكان ما بيفرقش معهم الكلام ده أصلا، ونادرا ما هتلاقي حد يسألك سؤال زي ده أصلا. بس لو حد سأل ممكن تشرح بقى. ممكن تقول مثلا أمها تكون أخت أبي. أمها أخت أبي يعني بنت عمتي، فممكن تقول كده Her mother is my dad's sister يعني أمها تكون أخت أبي. وما تقلقش في الغالب هتسمعهم بيقولوا my cousin وخلاص، مش شرط يعرفوا الباقي، يعني هو واحد قريبي وخلاص أو واحدة قريبتي وخلاص. تمام؟ طيب kicked out الماضي من الفعل المركب kick out واللي معناه يطرد. ولو انت من الناس اللي بتمارس اللغة في تشات رومز او شات مع اجانب هتسمع الفعل المركب ده كتير، خصوصا لو حد كسر القواعد اللي الجروب حاططها او في حد بيزعج حد او حاجة. فممكن الادمن مثلا يقول له I'm gonna kick you out. I'm gonna kick you out. I'm gonna kick you out يعني انا هطردك، انا هخرجك من الجروب. تعال ناخد امثلة اكتر عشان نعرف نستخدمه زي الامريكان. ممكن نقول مثلا She kicked him out of the house. She kicked him out of the house. Out of the house. Out of the house. She kicked him out of the house يعني هي طردته من البيت. She kicked him out of the house. ممكن برضو نقول They kicked out the guy who kept interrupting. Kept interrupting الماضي بتاع keep interrupting يعني يفضل يقاطع كلام حد أو يستمر في مقاطعة كلام حد بيتكلم مثلا فهو بيفضل يقاطعه. Keep interrupting. They kicked out the guy who kept interrupting يعني هم طردوا الراجل اللي استمر في المقاطعة. طردوا الراجل اللي استمر في مقاطعة الكلام، كل شوية يتكلم، كل شوية يقطع الكلام. They kicked out the guy who kept interrupting. تعال بقى نشوف ازاي بيستخدموا الكلام ده في الافلام. Can't believe you let him kick me out of the car. Can't believe you let him kick me out of the car. Can't believe you let him kick me out of the car. Can't believe you let him kick me out of the car. Can't believe you let him kick me out of the car. She kicked out your stepfather. 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 Are you going to keep interrupting me? Are you going to keep interrupting me? Are you going to keep interrupting me? No matter what I did, he just kept interrupting me. No matter what I did, he just kept interrupting me. No matter what I did, he just kept interrupting me. No matter what I did, he just kept interrupting me. حلو، يبقى كده راس دخل وقال Hey. Emily's cousin kicked me out. What? Why? Hey. Emily's cousin kicked me out. What? Why? هاي ابن عم أو عمة أو خال أو خالة إيميلي طردني. فتشاندلر قال له what؟ إيه؟ وجوي قال له why؟ ليه طردك؟ لو بتسأل عرفت منين إنه ابن مش بنت عم أو عمة أو خال أو خالة إيميلي؟ عرفت منين يعني إن هو ذكر مش أنثى؟ لأنه هيكمل كلامه وهنعرف إنه بيتكلم عن واحد مش واحدة دلوقتي. Well, when you're subletting an apartment from your wife's cousin and then you get a divorce, sometimes the cousin suddenly wants his apartment back. Subletting جاية من sublet يعني يأجر حاجة من حد مأجر الحاجة دي. يعني الكلام ده يعني مثلا انت مأجر شقة في القاهرة وحبيت تسافر تصيف كده يومين في شرم الشيخ، تقعد لك شهر أو 2. الشهر أو 2 دول الشقة اللي في القاهرة اللي انت أصلا مأجرها مش بتاعتك هتكون فاضية، فانت ممكن تأجرها لحد ما ترجع، فده اسمه sublet. تأجر حاجة انت مأجرها أصلا مش ملكك مش بتاعتك، عادة لفترة مش كبيرة. فممكن نقول مثلا I'll be out of town for a few months, so I'm looking for someone to sublet my apartment. I'll be out of town.
I'll be out of town. هكون برا المدينة، هكون مسافر يعني. For a few months. لبضعة أشهر. So I'm looking for someone to sublet my apartment. لذا بدور على حد يأجر شقتي. يأجر شقتي اللي أنا أصلا مأجرها. I'll be out of town for a few months, so I'm looking for someone to sublet my apartment. نقول مثال كمان. ممكن نقول مثلا She sublet her room to a college student for 3 months. A college student يعني طالب أو طالبة جامعية. She sublet her room. هي أجرت غرفتها. sublet الماضي بتاع sublet برضو زي ما كلمة put يضع الماضي بتاعها برضو put وضع. هو الإنجليزي مجنون كده. هل هتتلخبط ولا حاجة؟ لا مش هتتلخبط، هو مع سياق الكلام بتفهمها. She sublet her room to a college student for 3 months. يعني هي أجرت غرفتها لطالب جامعي لمدة 3 شهور. طبعا المعنى هي أجرت غرفتها اللي هي مأجراها أصلا، تمام؟ مش بتاعتها، مش ملكها. ليه؟ لأنها قالت sublet. إنما لو الغرفة دي بتاعتها ملكها يعني هنقول كلمة تانية وهي rent. يأجر حاجة ملكه. انت مثلا الشقة دي بتاعتك وانت بتأجرها، الشقة دي ملكك وانت بتأجرها، فهتقول rent. هنقولها ازاي؟ She rented her room to a college student for 3 months. يعني هي أجرت غرفتها بين قوسين اللي هي أصلا بتاعتها ملكها لطالب جامعي لمدة 3 شهور. حلو كده؟ طيب get a divorce يعني يحصل على طلاق، يعني ينهي زواج بشكل قانوني. تعالوا نشوف كده ازاي بيستخدموها في الأفلام. I think we should get a divorce. 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 We got a divorce when my nephew was 2 years old. We got a divorce when my nephew was 2 years old. We got a divorce when my nephew was 2 years old. We got a divorce when my nephew was 2 years old. She got a divorce from her husband. 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 طيب هنا ممكن حد يسأل هل ينفع أقول he got a divorce from his wife؟ هو حصل على طلاق من مراته؟ أيوة ينفع أقول كده عادي جدا ومفيهاش أي مشاكل. بما إن في ثقافتنا بنفترض إن الراجل هو اللي بيطلق، فممكن يتهيألك إن الجملة دي مش صح أو مش مناسبة. لا هي صح جدا في الإنجليزي. He got a divorce from his wife. He got a divorce from his wife. طيب لما أقولك مثلا I want حاجة معينة back أو I want back حاجة معينة، دي معناها أنا عاوز أرجع أو أستعيد الحاجة دي. شوف كده. I want my money back. 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 I want back my money. 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 إذن يا صديقي العزيز روس بيقول Well, when you're subletting an apartment from your wife's cousin, لما تأجر شقة من ابن عم أو عمة أو خال أو خالة زوجتك. And then ومن ثم you get a divorce تحصل على طلاق، تنهي الجواز ده يعني. Sometimes ساعات أحيانا the cousin suddenly ابن العم أو العمة أو الخال أو الخالة فجأة wants his apartment back يريد استعادة شقته. هو قصده يقوله يعني لما تبقى مأجر شقة من قريب مراتك وبعدين يحصل طلاق فجأة كده يطلع يقولك أنا عاوز الشقة بتاعتي. طيب احنا عرفنا ازاي ان هو قريبها مش قريبتها؟ ما ممكن تكون بنت. عرفنا من هنا بقى. هو قال ايه هنا؟ The cousin suddenly wants his apartment back. ابن العم أو العمة أو الخال أو الخالة يريد شقته مش شقتها، عاوز يرجع شقته يعني. تعال نسمعها تاني كده. Well, when you're subletting an apartment from your wife's cousin and then you get a divorce, sometimes the cousin suddenly wants his apartment back. Well, when you're subletting an apartment from your wife's cousin and then you get a divorce, sometimes the cousin suddenly wants his apartment back. Well, when you're subletting an apartment from your wife's cousin and then you get a divorce, sometimes the cousin suddenly wants his apartment back. بص بقى تشاندلر هيقول له ايه؟ How can he do that? Didn't you sign a lease? Who needs a lease when it's family? كلمة sign معناها يوقع أو يمضي. A lease يعني عقد إيجار شقة بقى، عربية، أي حاجة. ممكن مثلا أقول لك I signed a 6-month lease for a new apartment yesterday. I signed a 6-month lease يعني أنا مضيت عقد إيجار ب6 شهور for a new apartment yesterday لشقة جديدة امبارح. I signed a 6-month lease for a new apartment yesterday. طيب لو عاوز أقول مثلا العقد الإيجار ده ينتهي مثلا الشهر الجاي، أقولها إزاي؟ سهلة، هقولها كده The lease ends next month. سهلة خالص اهي. The lease ends next month يعني عقد الإيجار ينتهي الشهر القادم. أو ممكن أقولها كده The lease expires next month.
العقد ينتهي صلاحيته الشهر الجاي. في الكلام العامي برضه ممكن يقولك the lease is up next month. The lease is up next month يعني عقد الإيجار يخلص الشهر الجاي. ممكن برضه أقولك I still have 2 weeks on my lease. أنا ما زال عندي أسبوعين في عقد الإيجار بتاعي. I still have 2 weeks on my lease. طيب يا ترى لو عاوز أقول يجدد عقد إيجار هقولها إزاي دي؟ في كلمة عاوزك تعرفها وهي renew. renew يعني يجدد أو يعيد تجديد. فممكن نقول مثلا She renewed her lease for another year. يعني هي جددت عقد إيجارها لسنة أخرى. She renewed her lease for another year. طيب ما تيجي بقى نتأكد الكلام ده موجود في الأفلام ولا أنا بتكلم وخلاص. تعال نشوف. We finally got a year lease. 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 You found a place with a 2-year lease. You found a place with a 2-year lease. You found a place with a 2-year lease. Your lease ends this year. 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 The lease expires just after Christmas. 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 My lease is up in 2 months. 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 Well, I got a few more months on my lease. Well, I got a few more months on my lease. Well, I got a few more months on my lease. Well, I got a few more months on my lease. I do have another 12 hours on my lease. I do have another 12 hours on my lease. I do have another 12 hours on my lease. طيب it's family ده تعبير شائع الأمريكان دايما بيقولوه بمعنى الموضوع عائلي. الموضوع عائلي يعني مش محتاج رسميات، دي حاجة عائلية يعني الموضوع أو الأمر عائلي. It's family. تعال نشوف كده. It's family, you know. It's family, you know. It's family, you know. It's family, you know. It's just 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 family, you know. Isn't Chandler قال له How can he do that? How can he do that? كيف يمكنه أن يفعل ذلك? Didn't you sign a lease? Didn't you sign a lease? هل لم توقع عقد إيجار؟ How can he do that? Didn't you sign a lease? How can he do that? Didn't you sign a lease? How can he do that? Didn't you sign a lease? How can he do that? Didn't you sign a lease? How can he do that? Didn't you sign a lease? فرد وقال له بقى Who needs a lease when it's family? طبعا بيتريق على نفسه. من يحتاج عقد إيجار عندما يكون الموضوع عائلي؟ هو اللي حب يتحلق قدام مراته ويقول Who needs a lease؟ هو مين محتاج عقد يا جماعة؟ When it's family لما يكون الموضوع عائلي يعني مين محتاج عقد؟ احنا أسرة مع بعضينا. أو عرفت بقى أو هيطردك أهو. العقد كان مهم. Who needs a lease when it's family? Who needs a lease when it's family? Who needs a lease when it's family? بص بقى جوي هيقول له إيه؟ Hey, you can stay with us. We'll take care of it. Absolutely. Anything you need, man. كلمة stay يعني يبقى أو يمكث. take care of كذا يعني يعتني بكذا. جوي قال we'll take care of you. we'll take care of you. yeah دي الطريقة الكاجوال أو العامية إنك تقول بيها you. hey you can stay with us. hey تقدر تبقى معانا. we'll take care of you. سنعتني بك. فرد تشاندلر وقال yeah absolutely. أيوة بكل تأكيد هنعتني بيك طبعا. anything you need man. أي شيء تحتاجه يا رجل. أي حاجة تحتاجها صديقي يعني. اسمعها تاني كده. Hey, you can stay with us. We'll take care of it. Absolutely. Anything you need, man. Hey, you can stay with us. We'll take care of it. Absolutely. Anything you need, man. Hey, you can stay with us. We'll take care of it. Absolutely. Anything you need, man. بص تشاندلر بقى هيكمل ويقول له إيه؟ But you have to promise me you will let us know the second you are feeling better so that we can make fun of your hair. But you have to promise me. لكن يجب أن توعدني. You will let us know. You will let us know. إنك ستدعنا نعرف. The second you are feeling better. The second you are feeling better. الثانية أو اللحظة اللي هتشعر فيها بتحسن. So that we can make fun of your hair. make fun of كذا يعني يسخر من كذا أو بالمصري يتريق على كذا. شوف كده. Please don't make fun of me. 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 You made fun of my clothes. You made fun of my clothes. You made fun of my clothes. You made fun of my clothes.
so that we can make fun of your hair. لكي نقدر نتريق على شعرك. اتكلم في البداية كأنه هيوعده بحاجة مهمة، ولكن انت المفروض توعدني انك هتخلينا نعرف اللحظة اللي هتكون حاسس فيها كويس عشان نتريق على شعرك. شوف التفاهة اللي احنا فيها. But you have to promise me you will let us know the second you are feeling better so that we can make fun of your hair. Yeah. But you have to promise me you will let us know the second you are feeling better so that we can make fun of your hair. Yeah. But you have to promise me you will let us know the second you are feeling better so that we can make fun of your hair. Yeah. بص بقى راس هيقول له ايه؟ You got it. Okay. Thanks, you guys. I really appreciate this. You got it ده تعبير غير رسمي برد بيه على طلب حد بمعنى تمام أو اعتبره حصل. You got it. Chandler كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له لكن انت المفروض توعدني انك هتخلينا نعرف بالثانية او اللحظة اللي هتكون فيها احسن عشان يتريق على شعرك. هو بيقول له اوعدني انك هتخلينا نعرف كده، فقال له you got it يعني تمام اعتبره حصل، هقول لك حاضر. فتشاندلر قال له اوكي. فروس شكرهم وقال thanks you guys. طيب ممكن حد يقول ليه قال thanks you guys مع انه ممكن يقول thanks guys؟ الفرق بينهم هو ان لما اقول thanks guys يعني شكرا يا جماعة عامة كده، انما لما اقول thanks you guys فيها تركيز اكتر، شكرا ليكم انتم بالذات. thanks you guys. تمام؟ وكمل I really appreciate this. appreciate يعني يقدر. I really appreciate this. أنا حقا أقدر هذا. جميلكم ده على راسي من فوق يعني. You got it. Okay. Thanks, you guys. I really appreciate this. You got it. Okay. Thanks, you guys. I really appreciate this. You got it. Okay. Thanks, you guys. I really appreciate this. بص كده الراس هيقول ايه؟ All right, well, I'm gonna get packing again. Man, I've been moving around so much lately. I'm beginning to feel like a nomad. Get packing يعني يبدأ في حزم أمتعته ويحضر حاجته يعني عشان يسافر مثلا أو ينقل من مكان لمكان. Get packing. اسمع كده. We should get packing. We should get packing. We should get packing. We should get packing. Bonnie, let's 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 get packing. طيب moving around جاي من move around يعني ينتقل من مكان لمكان. ممكن مثلا أقول لك because of my dad's work we had to move around every year. Because of my dad's work بسبب عمل والدي we had to move around every year. كان علينا أن ننتقل كل عام. كل سنة بنغير المكان اللي احنا عايشين فيه عشان شغل والدي. Because of my dad's work we had to move around every year. طيب lately يعني مؤخرا أو في الآونة الأخيرة. lately A nomad يعني مترحل. يعني مترحل هو الشخص اللي بيعيش حياة الترحال بيتنقل من مكان لمكان اسمه a nomad. تعال نشوف دليل كده. You have become a nomad. 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 Nomads are called nomads because they move around. 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 All right, well, I'm gonna get packing again. All right, well, I'm gonna get packing again. All right, well, I'm gonna get packing again. حسنا سأبدأ في حزم أمتعتي مرة أخرى. Man, I've been moving around so much lately. Man, I've been moving around so much lately. يا رجل لقد كنت أتنقل كثيرا في الآونة الأخيرة. Man, I've been moving around so much lately. Man, I've been moving around so much lately. Man, I've been moving around so much lately. I'm beginning to feel like a nomad. أنا ببدأ أشعر وكأني رحال. من كتر ما بنقل من شقة لشقة بدأت أحس إن أنا مترحل أو رحال. اسمعها تاني كده. All right, well, I'm gonna get packing again. Man, I've been moving around so much lately. I'm beginning to feel like a nomad. All right, well, I'm gonna get packing again. Man, I've been moving around so much lately. I'm beginning to feel like a nomad. All right, well, I'm gonna get packing again. Man, I've been moving around so much lately. I'm beginning to feel like a nomad. بص بقى جوي هيعمل إيه دلوقتي؟ شوف كده هيعمل إيه؟ What? He thought you said gonad. طبعا جوي ضحك بدون سبب، فروس قال what؟ إيه؟ في إيه بتضحك ليه؟ فصاحبه بقى فاهم هو فكر في إيه. صاحبه تشاندلر فاهمه وحافظه، فقال له إيه؟ he thought هو ظن هو اعتقد you said gonad إنك قلت gonad. هو ظن أو اعتقد إنك قلت gonad. طيب يعني إيه gonad؟ وليه جوي ضحك قوي كده؟ كلمة gonad دي كلمة طبية معناها
غدة تناسلية. الغدة التناسلية دي عند الذكور اسمها كده، وعند الإناث اسمها كده. فعشان تشاندلر حافظ جوي وعارف انه شخص بيحب قلة الأدب، فهم على طول انه بيضحك عشان تخيل روس بيقول جوناد اللي هي معناها غدة تناسلية بدل نوماد اللي معناها رحال أو مترحل. جوناد نوماد نفس القافية. فجوي تخيل ان روس قال جوناد عشان كده ضحك، وبعدين ضحك اكتر عشان تشاندلر فهم دماغه وهو عارف هو بيفكر في ايه. اسمعها تاني كده. What? He thought you said gonad. بس كده يا سيدي، انا واقف هنا. اللي الناس هيعمل لايك يا ريت يعمل لايك عشان يوتيوب يحبنا. صلوا على النبي واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية بمشهد جديد. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم. Subscribe.